بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بألف خير وصحة وعافية وأحوال طيبة بإذن الله. ومرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا ديال اليوم كما تشوفوا هي بلاطو ديال الميني كنافة بالكريمة الجبن والفواكه. فقط ب 250 غرام ديال الكنافة خرجت لي هذا البلاطو الرائع. وصفة سهلة ومكوناتها بساط، تتجي لذيذة بزاف مقرمشة، ولا جربتوها غادي تشكروني عليها. مع السر باش تجيكم مقرمشة مدة طويلة ما تشبعوش منها، وصراحة تتقام برخيصة بزاف مقارنة مع هذيك اللي كتباع. غير صيبوها في الدار وبرعوا لوليداتكم. وما تنساونيش اخواتي من التعليق ديالكم الزوينه واللايك لا فيديو فضلا وليس امرا. ودابا غادي ندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. غادي نحتاجو في المقادير 250 غرام ديال الكنافة تنشريها من عند اللي تيبيعوا مستلزمات الحلويات او اللي تيبيعوا الحلويات الشرقيه والسوريه، راها متوفره بكثره في الاسواق. رجعت. غادي نحتاجو كذلك البنات الفانيلا، واحد المعلقه صغيره ديال الفانيلا مسحوق الفانيلا او السكر منكه بالفاني اللي عندك متوفر. غادي نحتاجو واحد 50 غرام ديال الزبده المذابه من بعد ما ذوبتها جيدا حتى حصلت على بوغ نوازيت حتى تبخروا داك السوائل منها تماما. النصف الكميه ديالها البنات غادي نضيفها ليها زيت. غادي ناخذ داك الكنافه ديالي غادي نقطعها بهذه الطريقه، راه تتقطع بكل سهوله. ومن بعد ما قطعت الكنافه بشكل سريع ما تستغرقناش وقت كبير، غادي ناخذ داك معلقه صغيره ديال الفانيلا، تقدروا تعوضوها بالسكر المنكه بالفاني مع قبيصه ديال الملح. وغادي ندخل جيدا هاد الفانيلا لداك الشعيرات ديال الكنافه. في حاله لا كانت تعجبكم الحلاوه البنات تقدروا تضيفوا ملعقه كبيره حتى لجوج ديال الملاعق ديال السكر بودره. انا غادي نكتفي فقط بالحلاوه ديال القطر او السيرو، لكم الاختيار. دابا غادي ندخل داك الفانيلا جيدا في داك الشعيرات ديال الكنافه. ومن بعد ما غادي ندخلهم غادي ناخذ هاد القوالب ديال الكاب كيك، تنظن راهم متوفر عندكم ولا اي قالب عندكم متوفر في المنزل ولا قالب عائلي تستعملوه. غادي نضيف داك نصف الكميه البنات ديال الزبده، غادي نضيفها زيت. هاد الزيت البنات تيلعب دور كبير في الكنافه، هو اللي تنحصلوا على واحد القرمشه رائعه. هذا سر من الاسرار ديال باش نحصلوا على الكنافه ديالنا مقرمشه. دابا غادي ندهن جيدا القوالب ديالي بداك الزيت والزبده، وغادي نعمر هاد القوالب بالكنافه بشكل متساوي، ونحاول انني نضغط عليهم باش ياخذوا الشكل ديال القالب. وغادي نوزع من فوقهم داك الزبده والزيت، وغادي نغطيهم البنات بواحد الصفيحه من الفوق وندخلهم للفرن اللي خصهم يستغرقوا واحد الوقت ديال 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه على نار تكون قليله باش يدخل لهم الطياب وتجينا البنات مقرمشه، لان الفرن حتى هو تيلعب دور كبير في داك القرمشه ديال الكنافه. خصهم ياخذوا لنا الوقت الكافي داخل الفرن. منين يبداو يتحمروا لنا وياخذوا لنا داك اللوين الذهبي عاد نخرجوا الكنافه ديالنا من الفرن. ودابا غادي ندوزو نحضروا السيرو او القطر ديالنا. غادي نحتاجو فيه كاس ديال السكر، كاس ديال العنبه او الشاي المغربي اللي الوزن ديالو 120 غرام، مع كاس ديال الماء العادي من الصنبور، مع قطع ديال الحامض او الليمون. غادي نوضع داك الماء، غادي نضيف عليه السكر، غادي نضيف عليه داك القطع ديال الليمون ونوضعه على نار متوسطه لمده 10 ديال الدقائق، ونحيد السيرو ديالي دغيا تيوجد البنات. وهالكنافه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن تتجي رائعه البنات، محمره وطايبه على حقها، وطريقه خدات الوقت ديالها الكافي داخل الفرن. دابا غادي ناخذ داك السيرو ولا القطر من بعد ما برد تماما والكنافه ديالنا سخونه، غادي نوزع داك القطر بشكل متساوي حتى تشرب جيدا داك الكنافه. هاد الكميه اللي عطيتكم البنات كلها ضيفوها على حساب كل واحد وكي تيبغي الكنافه. كاين اللي تيبغيها مشربه بزاف، وكاين اللي تيبغيها تكون ناقصه من الكميه ديال السيرو او القطر اللي واضعين فيها. دابا غادي نحيدها بشكل متساوي ونخليها تبرد تماما باش ندوزو نحضروا الكريمه ديال الجبن اللي غادي نرافقوها مع هاد الكنافات. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه غادي نحتاجو 100 مليلتر من الكريمه السائله، اي نوعيه ديال الكريمه متوفره عندك في المنزل ديالك ولا تتفضليها. غادي نحتاج الجبن، واحد 50 غرام ديال الجبن، يستحسن يكون الجبن ما فيهش الملح، ولا اي نوعيه ديال الجبن تتفضليها، فيلادلفيا ولا اي نوع، ولا ماسكاربون، اي نوعيه ديال الجبن، مع واحد معلقه كبيره ديال السكر بودره. تقدروا تضيفوا حتى لجوج ديال الملاعق كبار على حساب الذوق ديال الشخص. كاين اللي تيبغي الحلاوه، كاين اللي تيبغيها تكون ناقصه من الحلاوه.
غادي نفرغ داك الكريمه اللي خصها تكون بارده مزيانه البنات، غادي نضيف عليها واحد معلقه صغيره ديال الفانيلا، وغادي نطرب هاد الكريمه حتى تطلع نصف طلعه فقط، ما تطلعوهاش البنات مزيان. وغادي نضيف لها داك المعلقه كبيره ديال السكر بودره، بالاضافه الى معلقه كبيره ديال الجبن، وغادي نطلق مره اخرى الطراب الكهربائي بسرعه البنات. الكريمه تكون بارده راها تقريبا واحد المده ديال دقيقه ما كاملاش تكون الكريمه ديالنا واجده. وعلى فكره البنات هاد الكريمه راها رائعه، تصلح لك المجموعه ديال الوصفات ديالك، تصلح لك الكيكه ديال الجزر كنت ديجا شاركتها معكم حتى هي تجي رائعه وتجي مميزه، ومذاق ديالها مميزه البنات هاد الكريمه. ومن بعد ما طلعت الكريمه غادي ناخذ واحد الجيب حلواني اللي واضعه فيه واحد لادوي، غادي نوضع الكريمه ديالي بهذه الطريقه. ومن بعد ما بردت تماما الكنافه غادي ناخذ هاد الكريمه، ضروري خصها تكون بارده لان لا درتو هاد الكريمه وهي سخونه الكنافه غادي تهبط لكم كامله. دابا غادي نشكل دي غوزاس بشكل متساوي، وغادي ناخذ البنات بالنسبه للزين دائما تنقولها لكم مساله اختياريه بداكشي اللي متوفر عندك في المنزل. انا خديت فواكه موسميه، دابا تبارك الله هو وقت الفواكه وبكثره في الاسواق، اي نوعيه ديال الفواكه تتفضلي. انا خديت الفرامبواز مع الميرتيل مع المشماش مع كذلك الكيوي، لعبت على الالوان باش يعطي منظر متول البنات. وهاد الوصفه البنات راه يقدروا ياخذوها بالنسبه للسيدات او اللي تيخدموا الطلبيات، راه غادي تصلح لكم بزاف البنات، تجي رائعه، وصفه مميزه البنات. والثمن ديالها على فكره البنات لا بغيتو تمشيو تشريوها راه الثمن ديالها تيكون غالي في الاسواق، وخصوصا دابا في فصل الصيف تتكون تبارك الله بكثره ومتواجده. ولما لا شي حاجه نديروها في المنزل ديالنا، فواكه في دارنا، الكنافه هي كذلك نشريوها ونحضروها لوليداتنا. ودابا غادي ندوزو للتقديم النهائي ديال هذا البلاطو الرائع. وهذه هي النتيجة النهائية ديال هاد الميني كنافة، فعلا تستحق التجربة، المذاق ديالها مميز، واحد القرمشة فيها رائعة البنات. غير عطيوها وقتها في الطياب راه غادي تنجح معكم 100%. فعلا وصفة تستحق التجربة، بارطاجيوها مع العائلة ديالكم والأصدقاء باش تعم الفائدة وتكبر العائلة ديالنا. وتنتمنى تجربوها وتصيفطوا لي التطبيقات ديالكم على الانستغرام، اللي الصفحة ديالي بعنوان كويزين بشرى هداية. وإلى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.